يا أهلا بعزيز المربي. وانت بتستلم الكتاكيت في أمراض بتيجي مع الكتكوت، عددهم كتير قوي أكتر مما تتوقع. خلي بالك منهم، تعال نتعرف عليهم. أولا، أمراض بتيجي من الأم. انتقال رأسي، دي أمراض الكتكوت بيفقس بيها من لحظة ما البيضة اتكونت. في أمراض بكتيرية. واحد، الميكوبلازما. تعرفها ازاي؟ يكون في عطسة خفيفة، بيكون في شهقة، الكتكوت بياخد نفسه بصعوبة. اتنين، السالمونيلا. تعرفها ازاي؟ نفق عالي أول أسبوع، إسهال أبيض مائي، التصاق حوالين فتحة المجمع، وبتلاقي فيه خمول والكتاكيت متجمعة مع بعضها. الإيكولاي من الحاجات اللي بتعمل التهاب سرة. تعرفها ازاي؟ تلاقي البطن منتفخة، تلاقي فيه ريحة كريهة من السرة، تلاقي فيه خمول شديد، وتلاقي فيه نافق عالي أول 3 أيام. في أمراض فيروسية. واحد، الريو. نعرفه ازاي؟ بيعمل التهاب مفاصل، بيعمل عرج، بيعمل ضعف نمو. اتنين، تشيكن انيميا. بنعرفه ازاي؟ بيعمل شحوب، ضعف شديد، كبد وكلى باهتين، بيعمل مناعة ضعيفة جدا، وبيعمل كمان أنزفة عند الجناح. تلاتة، الأدينوفيروس. نعرفه ازاي؟ بيعمل كبد متضخم، وبيعمل مية حوالين القلب، وبيعمل هزال. أربعة، اللوكوزيس. نعرفه ازاي؟ بيعمل ضعف نمو، وبيعمل أورام داخلية. خمسة، الارتعاش الوبائي Avian Encephalomyelitis. بنعرفه ازاي؟ بيعمل رعشة، الكتكوت بيمشي يترنح ويقع على الأرض، وبيعمل أحيانا عمى. ستة، مرض الدرز في البطن. ده بيعمل تورم الرأس، أحيانا التواء الرقبة، وبيعمل إسهالات. سبعة، TRT في الرومي. ده بيعمل تورم في العين، بيعمل إفرازات أنفية، وبيعمل أحيانا كحة. في كمان أمراض فطرية بتتنقل رأسيا. الكانديدا والإسبرجلوس. نعرفهم ازاي؟ صعوبة في التنفس، بتلاقي فيه حبيبات أو بثور على الرئتين في حالة الإسبرجلوس، في الحوصلة في حالة الكانديدا، بيعملوا تأخر نمو، بيعملوا خمول. ثانيا، أمراض بتيجي من المعمل. هنا مش الأم اللي بتنقل المرض، المرض بيتنقل بسبب تلوث المعمل. واحد، التهاب السرة. نعرفه ازاي؟ السرة بتكون منتفخة، في رائحة كريهة، الكتكوت كسلان، وبيكون في تأخر امتصاص كيس المح. السبب تلوث بكتيري أثناء التفريخ أو بعد الفأس. اتنين، التهاب كيس المح. بنعرفه ازاي؟ كيس صفار كبير وغير ممتص، بطن طرية، بيكون فيه خمول شديد. السبب تلوث بكتيري من المفرخ. تلاتة، تسمم دموي مبكر. أعراضه نافق عالي جدا، لون الكتكوت بيكون مزرق أو بنفسجي، بيكون الكتاكيت عليها خمول شديد. السبب تلوث بكتيري من المفرخ. أربعة، مشاكل عين من الفورمالين. بنعرفها ازاي؟ بنلاقي العين مقفولة، بنلاقي فيه احمرار، وبنلاقي فيه التهابات. السبب تعقيم مبالغ فيه بالفورمالين في المفرخ. خمسة، تشوهات أجنة. بنعرفها ازاي؟ بنلاقي فيه أرجل غريبة، رجل تالتة مثلا أو ما شابه، بنلاقي فيه رقبة ملوية، بنلاقي فيه كتكوت ضعيف الحركة، وهكذا. السبب درجة حرارة ورطوبة غير مظبوطة أثناء التفريخ. ستة، كسور وتشوهات الأرجل. الأعراض كتكوت مش قادر يقف، كتكوت رجلينه مفتوحة، في عرج، وهكذا. السبب ازدحام في إقفاص الكتاكيت، أو إقفاص سيئة، أو سحب عنيف. ثالثا، مشاكل نقل. دي مش أمراض فيروسية ولا بكتيرية، لكنها بتتسبب في ضعف الكتكوت من عمر يوم. واحد، الجفاف. بتعرفه ازاي؟ تلاقي الكتكوت خفيف، جلده ناشف، عنده عطش شديد. السبب تأخير في النقل، تهوية سخنة، فالكتكوت بيفقد المياه اللي في جسمه. اتنين، ضعف الوزن. كتكوت صغير عن الطبيعي، ونموه بطيء، وعنده ضعف مناعة. السبب نقل طويل عن اللازم، حرارة غير مناسبة، صيام لفترة طويلة. تلاتة، ضعف الأرجل. كتكوت بيقع، بيمشي مشي ضعيف، مش عارف يمشي، صعوبة في الوصول للعلف والمية. سبب يا إما نزول أو ارتفاع درجة الحرارة،
يا إما تزحلق الأرضية تحت الكتاكيت. 4. إجهاد حرارة أو برودة. الأعراض تجمع تحت الدفاية أو مصدر الحرارة أو بعيد عنها، تلاقي فيه أصوات عالية، تلاقي فيه لهس لو الحرارة عالية، وفي رجفة وتجمع لو الحرارة واطية. السبب سوء إدارة الحرارة. 5. ضعف عام. الأعراض خمول، نوم على الأرض، استجابة بطيئة للمؤثرات. السبب إجهاد نقل أو رعاية سيئة في الحضانة. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.